فيلمنا بيبدأ في البرازيل سنة 1950 مع انطلاق مونديال كأس العالم واللي اتعمل وقتها في البرازيل، ومعروف عن الشعب البرازيلي إنه أكتر شعب موهوب في كرة القدم. وفي يوم الماتش النهائي لكأس العالم اللي كان بين البرازيل والأوروجواي بيعلق المذيع وبيقول المقدمة الافتتاحية بتاعة الماتش، وبيكون الاستاد مليان على آخره وكل الناس في البيوت والقهاوي بتشجع البرازيل. وجوه مدينة بورو بنلاقي الناس بتجهز نفسها عشان تسمع الماتش على الراديو، وبيبدأوا يتجمعوا عشان يحضروا الماتش. وقتها بيظهر ولد اسمه ديجو، وديجو بيشتغل ملمع أحذية، وبيجوا أصحابه قبل الماتش وبيندهوا عليه وهو قاعد شغال. وديجو بيسيب الشغل وبيجري ورا أصحابه، وبيبدأوا يشيلوا الشرابات من على حبال الغسيل وبيعملوا منها كرة شراب. وبينضم ليهم زوجة أخو ديجو، وبيبدأوا يلعبوا بالكرة ما بين أسطح البيوت. وبيبدأ وقتها موهبتهم ومهاراتهم في الكورة، وبيلعبوا بأسلوب اسمه أسلوب الجينكا. وأسلوب الجينكا ده أسلوب أفريقي للدفاع عن النفس، ملوش أي علاقة بالكورة. كانوا الأفارقة اخترعوه زمان لما كان البرازيليين بياخدوهم عبيد، ولكن الأولاد دول بيستخدموه في لعب الكورة ما بينهم وبيخليهم متمكنين أكتر في الكورة، وبالذات ديجو. ولكن اللعب بينهم بيخلص بهزار بايخ وبيبهدلوا بعض بالطينة. وبيروح تيجو وزوكا البيت وهم متبهدلين، ودندين وأبوهم بيشتغل عامل وبينظف الحمامات، وأمهم سيليستي بتشتغل خدامة عند الناس الأغنياء. والناس الأغنياء دول لهم ابن اسمه خوسيه بيلعب كورة برضه زي ديجو. وبيروحوا للبيت وأمهم بتسألهم إيه اللي عمل فيكم كده وإيه اللي بهدلكم بالطينة كده. وديجو قال لها إنه خلص تلميع أحذية وبعدين وقع في الطريق وهو راجع. ولكن ديجو قال لها الحقيقة، ومامتهم بتزعق لهم وبتقول لهم قوموا غسلوا نفسكم. فبيطلبوا منها إنهم يشوفوا الماتش، ولكنها بتعاقبهم وبتقول لهم مفيش ماتشات. وبنرجع للقهوة تاني وهما بيسمعوا الماتش اللي بتكون جنب بيت ديجو، وبيكون قاعد فيها زباين كتير بتسمع الماتش، وبيبقى معاهم دوندينو أو ديجو. وبيعلق المذيع وبيقول إن النتيجة 1-1، وبتبقى الناس كلها قاعدة قلقانة. وهنا ديجو بيبقى موجود فوق السقف وبيتفرجوا معاهم هو وأصحابه، وبيسمع ديجو إيه اللي بيحصل في الماتش وبيرجع يقول لأصحابه. وفجأة بتسجل الأوروجواي هدف الفوز في آخر الماتش، تكسب كأس العالم وبتحطم آمال الجماهير البرازيلية كلها. وبيبدأ أصحاب ديجو يروحوا واحد ورا واحد، فبيلاقي باباه قاعد بيعيط، فبيبدأ ديجو غصب عنه هو كمان يعيط. وهم في الطريق لبيتهم ديجو بيقول لأبوه بكل ثقة أوعدك إني هجيب للبرازيل كأس العالم. ولكن هنا دوندينو بيقول له اسمع كلام والدتك وركز في دروسك وسيبك من لعب الكورة. تاني يوم بتكون سيليستي قاعدة بتمسح أرضية المطبخ للناس اللي شغالة عندهم، وبيكون معاها ديجو وبتقول له تعرف إني اتجوزت باباك بعد ما شفته جاب 5 تجوان بدماغه. وبتقول له باباك ده كان حريف، ولكن للأسف الكرة مش بتأكل عيش وملهاش أمان. وبمجرد ما اتصاب في ركبته مشوه من النادي، وهو دلوقتي لا ليه معاش ولا ليه تأمينات واضطر يبقى بواب. وهنا بتنادي صاحبة البيت على سيليستي وبتقوم وبتقول لابنها كمل انت. وبتقوم سيليستي وبتشوف صاحبة البيت عايزة منها ايه، ويقوم ديجو عشان ياخد حتة كيكة عينه عليها من بدري. ولكن هنا بيدخل عليه خوسيه ابن صاحبة البيت، وبيكون معاه في الوقت ده اصحابه اللي بيكونوا بيلعبوا كورة. وبيرجع ديجو على الارض بسرعة وبيعمل انه بيمسح، وخوسيه بيبدأ يتكلم مع اصحابه عن مكتشف كروي اسمه فلاديمير بيكتشف اللعيبة وهيعمل بطولة من فرق الكورة، واللي هيكسب منهم هيختار منهم لعيبة وهيبيعهم لنادي اسمه سانتوس. وخوسيه واصحابه بيكون بيتخيلوا في الوقت ده ان الراجل ده هيكتشفهم، لان كل واحد بيكون شايف لعبه قريب من لاعب معين، وبيبداوا يذكروا اسامي اللاعبين اللي هم قريبين ليهم. وهنا بيتدخل ديجو بحماس وبيقول وانا كمان هيكتشفني لان لعبي في شبه من بيليه. وهنا الاولاد بتبدا تتريق عليه وبيقولوا له ان هو ما اسموش كده، ولكن الاولاد دي بتقرر تسميه بيليه عشان يفضلوا يضحكوا عليه. فبيقوم خوسيه شايط الكوره في جردل الميه اللي قدام ديجو وبتغرقه. فبتقوم سيليسي داخله عليهم وبتقول له خوسيه انا اسفه مش هيعمل كده تاني. فديجو بيقول لها يا ماما هو اللي دلق عليا الميه. لكن سيليستي بتقول لابنها اسكت وبتاخده عشان تروحه، لكنه بينتش ورقه اعلان البطوله اللي كانوا بيتكلموا عنها وبياخدها معاه. وبيروح ديجو وبيوريها لاصحابه، وبيقرروا ان هم يعملوا فريق كوره زيهم زي باقي الولاد. وفعلا عملوا فريق خماسي ودخلوا البطوله بتاعت فلاديمير، وبيبداوا اول ماتش وهم بيلعبوا حافيين، لكنهم بيكسبوا كل الفرق اللي بتقابلهم وبيتاهلوا للدور اللي بعد كده، والمعلق بيسميهم فريق الحفاة. ومع بدايه الدور الثاني بيقرروا ان هم يلبسوا فانلات زي باقي اللعيبه، وواحد صاحبهم بيخيط لهم فانلات من ملاية السرير بتاعتهم. وبيدخلوا الدور الثاني وبيكسبوا كل الماتشات وبيتأهلوا للماتش النهائي، واللي هيقابلوا فيه فريق الملوك زي ما هم مسمين نفسهم، واللي بيكون القائد بتاعه خوسيه.
وبيعلن انه معلق عن ميعاد الماتش النهائي بينهم، وهنا بيتريق خوسيه عليهم عشان مش لابسين حاجه في رجليهم. فبيقرر تيجو انهم يلبسوا حاجه في رجليهم، ولكن معهمش فلوس. فبيقرر واحد صاحبهم انهم يسرقوا اشوله فول سوداني، والاشوله دي كانت بتتحمل على عربيه نقل، وبيسرقوا كام شوال وبيجروا، وبيطلع العمال يجروا وراهم ولكنهم بيقدروا يهربوا منهم. وبياخد صاحبهم السوداني وبيبيعه في السوق، وبيشتروا لهم جزم للكوره، والجزم دي بتكون مستعمله وواسعه لكنهم برضه بيلبسوها. وفي نفس الوقت ده بتكون سيليستي قلقانه على اللي بيعمله ابنها، لان ده بيهدد اكل عيشها، ولو ديجو كسب خوسيه ممكن تمشي من الشغل. ولكن دوندين وابوه بيكون واقف جنبه وبيشجعه على حلمه. وبتيجي المباراة النهائية في البطولة وبيحضرها فلاديمير اكتشف اللعيبة، وبيكون دوندينو واقف وسط الجمهور، وبيلبس ديجو واصحابه الجزم لأول مرة، وبتكون واسعة في رجليهم وما بيقدروش يلعبوا بيها كويس لأنهم مش واخدين عليها، وبيدخل فيهم 6 جوان وهم طبعا 0. وبيبدأ الجمهور يتريق عليهم، وهنا ديجو بياخد قرار وبيقلع الجزمة، وهنا بيبدأ يلعب بحرفنة جدا. بيبدأ فريقه يقلعوا زيه، وبيحسوا انهم كانوا مربوطين وتحرروا لما قلعوا الجزم. وبيسجل ديجو اول هدف ليه في فريق خوسيه، وبيفضلوا يسجلوا لحد ما النتيجه توصل ل6-5. ولكن للاسف بيخلص الوقت وبيخرج فريق ديجو فرق جون واحد، وبيخرجوا من الملعب زعلانين جدا. ولكن رغم كده كل الجماهير بتبدأ تهتف باسم بيليه، ولكن لسه لحد دلوقتي ديجو ما بيحبش الاسم ده، وكانت فرحة الناس بيه مفرحاه. وبتيجي المفاجأة ان فلاديمير بيختار ديجو لنادي سانتوس، وبيروح يتكلم مع باباه وبيديله الكارت بتاعه عشان يتصل بيه. فرحة بيليه واصحابه بتختفي اول ما بيشوفوا العمال اللي هم سرقوهم وهم داخلين يجروا وراهم، وبيجري ديجو واصحابه وبيفضلوا العمال يجروا وراهم. وبتكون الدنيا في الوقت ده بتمطر جامد جدا، وبيفضلوا يجروا لحد ما يستخبوا في حفرة بين الشجر. ولكن بسبب الامطار الغزيرة دي بتنهار الحفرة، وبيقع جواها تياجو، وبيحاول ديجو ان هو يساعده ولكن مش بيقدر، وبيبدأ ينادي بصوت عالي جدا لحد ما العمال بتسمع الصوت وبتروح عليه، ولكن بيكونوا اتأخروا وللأسف دياجو مات. وبيروحوا وبيخرجوا جثة دياجو من الحفرة، وبيشوفوه في مشهد حزين جدا. بيروح ديجو بيته وهو حزين جدا وبيعيط لأمه، وبيقول لها ان اللي معذبه في موت دياجو انه مات بسبب السوداني اللي هم سرقوه، واللي اشتروا بثمنه جزم للكوره، وانهم ما استفادوش من لعبهم ده حاجه. وبيوعد ديجو امه انه مش هيلعب كوره تاني ابدا، وانه هيرجع يلتفت لدروسه من اول وجديد. وكمان بيقول لها انه هيروح يشتغل مع والده. وفعلا ديجو بينفذ كلامه وبيروح يشتغل مع والده عامل نظافه في مستشفى، وبيبدا يقل شغفه ناحيه الكوره، وبيخش في حاله من الانطواء وما بيتكلمش مع حد. وبتفوت الايام، وفي يوم ابوه بيقول له وانا في سنك كنت بتمرن بالمانجا بدل الكوره لانها كانت صغيره وبتعلمني التوازن. ولان ابوه كان لاعب كوره كويس فبيبدا كل يوم يتمرن بعد الشغل بالمانجا، لحد ما في يوم بيبدا ديجو يتمرن معاه. فعلا تمرين ديجو بالمانجا بيعلمه حاجات كتير جدا. وبتمر السنين وبيكبر ديجو وبيداوم على تمرينه بالمانجا بعد الشغل. وبتبدأ سيليستي تحس ان ابنها يرجع مبسوط من تاني عشان رجع يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. وهنا بتطلع الكارت بتاع فلاديمير تكتشف اللاعبين اللي محتفظة بيه بقالها 7 سنين، وبتتصل بيه وبتكلموا على ابنها. وبيجي فلاديمير فعلا وبيشوف ديجو وهو بيتمرن بالمانجا مع ابوه. ولما ديجو بيروح البيت بيلاقي فلاديمير مستنيه هناك، ويقول له ايه رأيك تيجي اختبارات نادي سانتوس. وبيفرح ديجو جدا وبيبقى مبسوط، وبيحضن امه عشان هي مهتمه بيه ومهتمه بالحاجه اللي هو بيحبها. وبيبدا ديجو بيحقق اول خطوه في مشواره، وبيسيب بيت اهله وبيسافر لمدينه سانتوس عشان يعمل اختبارات القبول لنادي سانتوس. وبيدخل ديجو الاختبارات وبيعديها كلها، وبينضم لفريق سانتوس للشباب. ولكنه مش بيكون عارف يلعب كويس بسبب ان المدرب بتاعه انه يتخلى عن طريقه لعبه ويلعب لعب كوره اوروبيه. فبيحس ديجو بالاحباط وانه مستواه بقى اقل من الاول بكتير، وبيقرر ان هو ياخد شنطته ويسيب النادي. وهو ماشي وبيشوفه فلاديمير وبينزل وراه وبيروح محطه القطر، وبيبدا يدور عليه لحد ما بيلاقيه. وبيساله فلاديمير وبيقول له انت ليه مشيت؟ قال له ان المدرب مش عاجبه طريقه لعبي واللي هي طريقه الجينكا. وبيبدا فلاديمير يحكي له حكايه ظهور الجينكا واللي هي ظهرت في القرن ال16، وبيقول له فريق البرازيل بسبب المهاره دي خسروا كاس العالم ال50، ومن بعدها قرروا ان هم يلغوها ويلعبوا لعب اوروبي عشان المشكله ما تتكررش ويخسروا تاني بسبب اللعب ده. ولكن فلاديمير بيقول له لو انت مؤمن انك تقدر تلعب اللعب ده وتعمل تغيير ارجع الملعب تاني، ولكن لو انت مش مؤمن بكده وان المدربين عندهم حق في تغيير طريقه اللعب روح لانك مش هتقدر تلعب لعبهم. وكلام فلاديمير بيأثر في ديجو، وقرر انه يرجع للملعب تاني وانه هيلعب لعبه اللي هو متقنه. وبيبدأ ديجو تاني ينتظم في التمرينات، وبيبدأ يوازن ما بين لعبه وما بين لعب الكرة الأوروبية لحد ما قدر انه يسجل أول جول ليه
وهنا بينادي عليه المدرب، وافتكر ديجو ان هو هيزعق له لانه لسه بيلعب لعبه، لكن بيتفاجئ بالمدرب بيقول له ان هو عاجبه اسلوبه الجديد وانه قادر يوازن من الاتنين، كأنه بيخلق نوع جديد من اللعب. وبيقدر ديجو بعدها يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة، وبدأ ديجو يتطور أكتر وأكتر وأصبح في تشكيلة الفريق الأساسية، وكمان بقى هو هداف الفريق وهو لسه 16 سنة. وبيسافر بعد كده ديجو أجازة عشان يزور أهله، وهناك بيسمع الراديو عشان يعرف مين اللي هيتم اختيارهم في تشكيلة منتخب البرازيل في كأس العالم 58. طبعا ديجو ما بيبقاش متخيل إن هم يختاروه ولا كان بيتم اختياره، وبيفرح جدا لما بيسمع اسمه بين تشكيلة المنتخب كأصغر لاعب كرة قدم في الفريق. وبيسافر ديجو عشان يحضر المؤتمر الصحفي للمنتخب، وهناك بيقابل خوسيه ابن الناس اللي أمه كانت بتشتغل عندهم، ولكنه غير اسمه وبقى اسمه وزولا. هو كمان بيلعب في المنتخب، وبيبدأ المؤتمر الصحفي وبيسأل الصحفي وبيقول انتوا هتلعبوا بطريقة الجينكا. وهنا بيخطف ديجو المايك وبيرد على الصحفي وبيقول له طبعا، وبيقول له اسلوب الجينكا اسلوب ما فيهوش مشكلة. وهنا بيخطف مدرب المنتخب المايك وبيقول للصحفي مش هنلعب لعب الشوارع ده طبعا، احنا هنلعب بالطريقة الأوروبية المتحضرة. وبيستدعي مدرب المنتخب ديجو، جايز الجينكا خلت منك لعيب حريف، بس الكلام ده كان في سانتوس مش في المنتخب، انا مش هسمح بلاعب عندي في المنتخب يلعب اللعب ده. وبيجي اختبار كورة أخير علشان المدرب يختار التشكيلة النهائية للمنتخب، وبيكون وقتها ديجو بيلعب لعب سيء جدا لأنه التزم بكلام المدرب ومش عارف يلعب لعبه، ولكن للأسف بيتصاب في رجله وبتكون الإصابة دي إصابة قوية. وبيروح بعد كده ديجو يكلم أهله وبيعتذر لهم إن هو ساب الدراسة ومشي ورا حلم الكورة. وهنا بترد عليه أمه وبتقول له إننا خلاص أخدنا القرار وكلنا معاك وإنك لازم تكمل. وهنا بدأت مباراة كأس العالم 58 وفازت السويد على المكسيك. وفي مباراة البرازيل وانجلترا اتصاب 3 لعيبة من البرازيل. وبيجي بعد كده مباراة البرازيل والاتحاد السوفيتي، وما كانش قدام المدرب غير انه يلعب ديجو حتى لو لسه اصابة ركبته ما خفتش. وبينزل ديجو الماتش وبيبقى تايه لان دي اول مرة بيلعب مع المنتخب، غير كده انه لسه ما تعافاش من الاصابة اللي جات له في رجله. ولكن لحسن حظهم قدروا ان هم يكسبوا الاتحاد السوفيتي 1-0 بالعافية. وبتيجي المباراة اللي بعد كده وبتكون صعبة جدا لانها بتكون قدام فرنسا، والشوط الاول بيخرجوا 1-0 لفرنسا، وبيخشوا الاستراحة اللي ما بين الشوطين وبيقول خوسيه ديجو انت الوحيد القادر انك تكسبنا الماتش ده، امن بنفسك وامن بالجينكا وارجع يلعب لعبك تاني. وبيبدا الشوط التاني وبينزل ديجو وبيقرر ان هو هيلعب لعبه وهيلعب بطريقته، وبيقدر ان هو يسجل 3 اهداف للبرازيل وبيكسبوا فرنسا 3-1. وبيكون فاضل لهم الماتش النهائي قدام السويد، وبيتصل دوندينو بابنه ديجو وبيقول له انا شفت ماتشك الاخير قدام فرنسا، وبيقول له ان انت كنت هايل جدا، وبيقول له هي دي الثقه بالنفس اللي مطلوبه منك دلوقتي، وكمان حاول تخلي زمايلك يثقوا في نفسهم عشان تقدروا تحققوا البطوله وتلعبوا لعب جماعي. وبيقتنع ديجو بكلام والده، وتاني يوم بيروح ديجو يكلم زمايله وهم بيتغدوا احنا نروح لغايه المناره اللي على البحر بالكوره بس بطريقة الجينكا عشان كلنا نوحد اللعب بينا. وفعلا بيتحمسوا وبيبدأوا يلعبوا بالكورة وسط اللوبي بتاع الفندق وجوه المطبخ وبره الفندق، ويكون المدرب في الوقت ده بيتابعهم ولكنه بيتابع في صمت من شباك الفندق، وبيشوفهم وهم بيخرجوا كل المهارات اللي عندهم. وبيبدأ المدرب يشاور عقله من تاني وبيحس ان هو عنده كنز. وتاني يوم بيقول للعيبة ان احنا قدامنا طريقين، يا نلعب كورة بالطريقة الحديثة وهنخسر، يا اما تلعبوا باسلوب الجينكا وهنكسب. وطبعا هم ما يعرفوش ان المدرب شافهم وغير رايه. وبيجي ميعاد المباراه النهائيه كاس العالم بين السويد والبرازيل. السويد في الاول بتسجل وبتبقى النتيجه 1-0 لصالح السويد، وبيبدا ديجو يبص على الجمهور اللي في المدرجات وبيتخيل طبعا الناس اللي بتتفرج عليه في البرازيل وفي كل مكان، وبيحس قد ايه ان الناس دي تستاهل ان هي تفرح وان هو يشرفهم. وبيبدا ديجو يبرز مهاراته الفنيه باسلوب الجينكا، وبيقدروا يسجلوا الهدف الاول وبعدها بيسجلوا الثاني، وتكون لعيبه السويد مش فاهمه ايه اللي بيحصل. والسويد وقتها كانت فرقه قويه جدا. الموضوع ما بيقفش لحد هنا وبيسجلوا الثالث والرابع والخامس كمان، وبيفرح ديجو او بيليه زي الجمهور وقتها ما كان بيناديله، وهو كان مبسوط جدا. وبتفوز طبعا البرازيل بكاس العالم بفضل بيليه، وبينزلوا الشوارع وبيحتفلوا باول كاس عالم ليهم. والاسطوره بيليه اصبح اصغر لاعب بيشارك كاس العالم، وكان هو صاحب الفضل الاكبر بالفوز وقتها. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد.